جايب تليفون جديد والحساسية بتاعتك ضايعة ونفسك حساسيتك تبقى كده وضربك كله بالأحمر زي ما انت شايف كده. فيديو النهاردة هقولك أحسن حساسيات وإعدادات تظبطها في تليفونك الجديد عشان توصل للقيم اللي انت شايفه قدامك ده. هتلاقي قيمك اختلف مليون درجة. وبس يا جدعان، الفيديو ده خاص لأصحاب الأيفونات، وإن شاء الله الفيديو خاص بالأندرويد قريبا. لو لقيت تفاعل على الفيديو ده هنزل لكم فيديو بتاع الاندرويد. زي ما انت شايف كده الايم بتاعي ظبطته بعد ما بحثت كتير عشان اظبط الايم والحساسية. ودي الحساسية يا جدعان اللي انتوا شايفينها قدامكم. وده كمان حجم زرار الضرب 53. وزي ما انت شايف كده اعمل نفس الحساسية وحجم زرار الضرب وتروح على الاعدادات في الايفون وتروح للسبيليتي وبعد كده التاتش. وكمان هتروح على اول خيار ستيفي تاتش. بعد كده يا جدعان هتنزل تحت وتروح عند ماوس كيس وتدوس عليها وتخلي الشريطين اللي تحت دول اعلى حاجة. هم هتلاقيهم في الطبيعي في النص، لا انت هترفعهم من الاخر وترجع تاني يا جدعان. وتخلي الخيارات اللي قدامك دي زي ما انت شايفها كده، وهتخلي السكند دي 25 ثانية زي ما انت شايف كده قدامك. وهترجع تاني يا جدعان نروح للسويتش كنترول. وبعد كده في كذا حاجة أنا أعملها. أول حاجة بتاعت الأوتو سكانن هتخليها 50، وتنزل تحت هتخلي الهولد 10 ثواني، واللي تحت الهولد برضو 10 ثواني. وتنزل تحت كده يا جدعان، دي نفس الخيارات هتفعل الخيارين دول يا جدعان. وهنرجع نروح بقى لأهم حاجة وهو الدي بي اي. وهتخلي أول حاجة سنجل، وتخلي الدي بي اي على 120 يا جدعان. هتلاقيه في الطبيعي 60 ولكن هتخليه على 120. خش جرب بقى يا جدعان في اللعبة، هتلاقي القيم بتاعك زي ما انت شفته كده في الأول فرق بنسبة عالية جدا جدا. وإن شاء الله جربوها لأصحاب الأيفونات. أنا برضو كنت زيكم ضيع في الأول، بس لما شفت الحساسية ديت والإعدادات ديت لعب فرق مليون درجة يا جدعان. وبس كده، سلام.